من اكتر الرفايع اللي فرقت معايا بجد، جربت انواع كتير جدا ودول الوحيدين اللي استقريت عليهم لانهم عمليين وشكلهم شيك وبيسهلوا عليا حاجات كتير قوي. هي علب التلاجة الازاز دي جميله قوي وشيك، وكمان بتخش الفرن، فممكن تستخدميها كطاجن مكرونه تعملي فيها حلويات، او تحطي فيها جبن ولانشون وتحطيها في التلاجة. واحلى حاجه ان هي محكمه الغلق وفيها فتحات تهويه كده من فوق. تاني حاجه هي علب ايكيا، طبعا كلنا احنا عارفينها، اللي هي بتبقى 17 قطعه. دي جميله قوي لان هي فيها جميع الاحجام، الصغنونه قوي من الحد الكبيره من الطويله، فيها جميع الاحجام اللي انت هتستخدميها او اللي انت عايزاها. يعني انا الطويله دي بحط فيها دقيق، بحط فيها نشا، بحط فيها بقسماط، بحط فيها الليمون في التلاجة، على فكره حلوه قوي. والعريضه بحط فيها بواقي اكل، بحط فيها جبن، وكمان بتخش الميكرويف والفريزر، فالصراحه عمليه جدا، وممكن تعملي فيها تفريزات وتحطيها في الفريزر، فبتبقى حلوه قوي. علب زهران دي بتبقى عباره عن 3 علب، كبيره ووسط وصغيره. دي برضو عمليه جدا، واحلى حاجه فيها ان هي محكمه الغلق، وكمان بتحطيها في الفريزر عادي وتعملي فيها تفريزات، وكمان بتدخليها. يعني ممكن انت تحطي فيها مثلا التفريزات او حاجه، وعايزه مثلا يعني تفك التجميده، فتحطيها في الميكرويف عادي، برضو تخرجيها من الفريزر تحطيها في الميكرويف. فالصراحه بتبقى حلوه قوي وعمليه. انا نزلت لكم الفيديو كامل عن كل الرفايع والبلاستيكات اللي فعلا عمليه، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن وفي اول تعليق، وقولي لي في الكومنتات انت بتحبي تستخدمي العلب الازاز بقى ولا البلاستيك. انا بحب جدا ان انا اسمع رايكم، واستنوني في الفيديو الجاي عن اهم المنظمات اللي جبتها، وتابعوني عشان يوصل لكم الفيديو اول ما ينزل.